صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. ازيكم يا شباب الاخبار؟ رب تكونوا بخير. معاكم احمد من قناه احمد اكس تي في. ان شاء الله النهارده جاي اكمل معاكم حلقه كنا عملناها قبل كده، لكن جاي اكملها معاكم. طيب ايه الحلقه دي؟ الحلقه دي هي ان احنا فكينا الحلقه اللي فاتت لابتوب سامسونج من نوع ار 540. تمام، جربنا عليه ان احنا نغير له المعالج او البروسيسور. كنا محتاجين ان احنا نعلي البروسيسور اللي في اللابتوب، لكن للاسف ان هو النوع ده ما قبلش الترقية لانه من نوع الجيل الاول. طيب كان في سماعة بايظة في اللابتوب، ف هنشوف دلوقتي ازاي عملناها وازاي ان احنا صلحنا اللابتوب من غير ما نغير السماعة كلها، وكمان هنشوف ازاي هنركب كل القطع اللي ناقصة في اللابتوب. طيب تابع معايا الفيديو ونشوف ان شاء الله الفيديو ده هيرسى على ايه او هنعمل ايه في الفيديو. طيب مبدئيا ده شكل السماعة اللي كانت بايظة المرة اللي فاتت. طبعا احنا صلحناها، يعني هي باين لسه عليها اثر التصليح. نشوف كده الصوت بتاعها هيكون عامل ازاي. خلاص هي كانت تمام، مطلعه صوت، فكده بالنسبة لنا الدنيا تمام. طيب نشوف بقى ازاي نقفل اللابتوب، ونشوف ازاي هنقفل او هنقفل اللابتوب. استنى لحد الجهاز ما يفصل خالص. هنشيل الشاحن ونرجع هنا نشيل كابل السماعة. نقفل كده اللابتوب خالص، نجيب السماعات بتاعتنا. مبدئيا كده ده مكان السماعة، يعني ده المفروض مكان السماعة دي، وهنا كده مكان السماعة دي. هي بس ليها طريقة تركيب معينة. تمام، هي كده المفروض ده مكانها. نحاول الأول إن احنا نحط السلك بتاع السماعة ده في المسار بتاعه. كل ده في الأول إن احنا بس بنرجع كل حاجة في المسار، أو بنرجع السماعة في المسار بتاعها. الكابل ده بيبقى هنا، والسماعة ده المفروض إنها بتركب هنا. طيب نحاول نركب السماعة. طبعا هي دي مش سماعة اللاب، طبعا ده يعني احنا موفقين له سماعة. فمبدئيا ان احنا هنشيل ده خالص بحيث ان هي تركب مكانها بالشكل ده. طيب ايه اللي هيثبت السماعة دي مكانها بالشكل ده بالظبط؟ ان احنا هنجيب او هنستخدم دبل فيس.
هنستخدم دبل فيس بحيث ان احنا نثبت بس السماعة في مكانها، يعني حاجة كده بسيطة مش كتير. هنلزق هنا الدبل فيس بالشكل ده. عايز بس حاجة تلزق السماعة مش اكتر، يعني حاجة تثبت السماعة مكانها. طيب ممكن كمان احط لها حتة الناحية التانية، وممكن نستخدم نوع تاني من دبل فيس يبقى كويس. بيتهيألي النوع ده هيبقى كويس وهيلزق اكتر مكان السماعة. نشيل ده خالص ونشيل ده برضو، يعني احنا عاوزين حتة هنا كده. النوع ده قوي جدا، يعني اقوى من اللي انا كنت بستخدمه الاول، فبيتهيألي ده هيكون انسب حل للزق السماعة. وهنلزق حتة هنا كده بالشكل ده، وهنلزق السماعة. ممكن نجيبها هنا شوية. لا كده خلاص لزقت يعني، كده بس نجيبها هنا شوية. عاوز بس حاجة تثبت السماعة في مكانها. حاسسها مرفوعة شوية، فاحنا عاوزين نخليها في المكان بالظبط يعني. احنا ممكن نحط السلك ده هنا، هتكون معانا بالشكل ده. طيب ما ننساش هنا برضو فلاتة الماوس. هتكون معانا بالشكل ده. طيب نحطها على جنب دلوقتي. ونقفل الدنيا بتاعتنا هنا الأول. الفلاتة دي مهمة جدا، يعني دي فلاتة السيد روم أو مكان الهارد الخارجي. تمام. تبقى نجيب المسامير اللي هي الصغيرة، نبدأ إن احنا نركب مكان نثبت البوردة بتاعتنا هنا. وطبعا ما ننساش مسمار المروحة.
كده تمام. طيب مبدئيا كده يعني ان احنا كده قفلنا كل حاجة جوه. نركب سلوك الواي فاي. طيب خلي سلوك الواي فاي بعد ما نقفل البوردة بتاعتنا او بعد ما نقفل الجهاز بتاعنا. طيب خلينا نقفل كده الجهاز ونشوف الدنيا هيكون فيها ايه. او قبل ما نقفل الجهاز نشوف الاول الهارد الخارجي هيقرا معانا ولا لا. ده طبعا الهارد الخارجي نركبه. نوصل الجهاز ونشغل. هو زرار الباور تقيل شوية بس شغال. طبعا نوع الفيديوهات دي انا بعملها على القناة بحيث ان انت لو ما عندكش خبرة في المجال ده يعني تتعلم ازاي حتى تفك اللابتوب بتاعك، وازاي ان انت يعني يكون عندك خلفية في الموضوع ده. كده للأسف الهارد ما قراش، يعني كده الفلاتة ممكن تكون بس محتاجة ان انا اركبها تاني او اقلعها وارجع اركبها تاني، بس الهارد ده عندي ما قراش لسه. هنشيل الفلاتة تاني بأي فرشة سنان عندك، نضف بس مكانها. هبدأ ان انا اركبها تاني. او ممكن قبل ما ان انا اعمل ان انا بس ازق الفلاتة كده شوية من تحت، واجرب اشغل تاني واشوف الدنيا هتكون فيها ايه معايا. كده برضو الهارد مقراش معايا. يعني انا حاليا بقى مش عارف العيب عندي من ايه.
طيب نشيل خالص كده الفلاتة. طيب خلينا نحكي كده. طيب حلينا مشكلة الفلاتات، وحلينا مشكلة الصوت، وحلينا مشكلة الماوس. تعالى كده بقى ننزل الكاميرا تاني ونشوف الدنيا اللي احنا عملناها مشيت ازاي. طيب مبدئيا ده الجهاز، طبعا احنا لسه ما قفلناش. ده الصوت، طبعا الماوس شغال مفيهوش اي مشكلة. كده تمام. الهارد كمان ظهر معانا، الهارد الخارجي تمام. كده ركبنا السماعات الجديدة، وكده ركبنا الماوس او فلاتة التاتش باد كده معانا تمام. نقفل بقى الجهاز علشان نقفل كل حاجة. طيب مبدئيا دي الفلاتة، نستنى بس لحد ما الجهاز يقفل. ده الكيبورد، هنركب الفلاتة بتاعته. طبعا يعني بنصح برضو الناس اللي ما عندهاش خلفية انها ما تخاطرش وتعمل الحاجات دي، لان كل الحاجات دي حساسة، ان انت ممكن مع اي حاجة غلط ممكن لا قدر الله تبوظ حاجة او حاجة تبوظ منك. قبل ما نقفل الجهاز طبعا نجرب، يعني الزرار ده تقيل شوية، نجرب الكيبورد بحيث ان لو الفلايتة بتاعته مش راكبة مكانها الجهاز مش هيشتغل، الكيبورد مش هيشتغل. فقبل ما نقفل الجهاز لازم نشيك على كل قطعة قبل ما نقفل كل حاجة. طيب نجيب كده اللي هي نفتح الوورد ونشوف الجهاز شغال معانا ولا لا. طبعا الكيبورد شغال معانا ما شاء الله بدون اي مشكلة. كده يبقى نركب كل حاجة. طبعا كل حاجة ليها كليبسات، احنا بنقفل كده بنسمع صوت التركة بتاعة الكليبسات. كده كل حاجة او الكيبورد كده خلاص ركب مكانه، كل حاجة طبعا شغالة زي ما انتم شايفين كده بدون اي مشكلة. طيب نقفل الجهاز بقى عشان نقفل الجهاز او نقفل ظهر الجهاز. كده احنا جددنا، يعني اللابتوب كان مرمي عندنا بأقل التكاليف. عملنا سماعة تاتش باد كان فيه مشكلة، كده جددنا لابتوب وأحييناه بدون يعني مصاريف تذكر أو بأقل المصاريف. طبعا دي السفنجة كده بتكون تحت الهارد، طبعا هو متركب له هارد SSD بالإضافة إلى الهارد الخارجي بتاعه. الهارد ال SSD يا جماعة بيفرق في اللابتوب، بالذات اللابتوب القديم ده بيفرق جدا جدا في الحاجات القديمة دي. طبعا لازم ان انا اشيل الهارد الخارجي مرة تانية بحيث ان انا اركب المسامير اللي بتكون تحته.
حد هيقول لي طب المسامير دي لها لازمة، او في ناس كتير انا بشوفهم ان هم ما بيركبوش المسامير دي اساسا، لكن المسامير دي مهمة جدا بحيث ان هي تمسك اللابتوب. ابدأ ان انا اول حاجة بس احط مسمار السيد روم معانا كده تمام. هبدأ بقى ان انا اقفل باقي المسامير. المسمار ده القاعدة بتاعته مش موجودة، فمظنش ان هو هيركب. طيب سيبنا منه دلوقتي، نركب باقي المسامير. دي بطارية اللابتوب، نركب كده ونجرب. اشتغل معانا على البطارية بدون اي مشكلة. نوصل الشاحن. تمام، بس احنا نسينا خطوة مهمة جدا. يعني انا قفلت بس للأسف نسيت خطوة مهمة جدا. نفتح هنا تاني. احنا نسينا ان احنا نركب
فلاتات الواي فاي. كده تمام معانا، ركبه بدون اي مشكلة. طيب نجرب. طبعا الواي فاي اشتغل معايا، ظهر معايا قبل كده ما كانش ظاهر. الصوت تمام. الكيبورد طبعا برضو كويسة تمام. بس زي ما انتم شايفين كده كل حاجة ما شاء الله رجعت تمام، واحيينا لاب وشغلنا لاب كان مركون بأقل التكاليف. يعني تقريبا احنا مخسرناش بس غير السماعة اللي احنا جبناها. ده كان حلقة النهاردة في تجديد لابتوب سامسونج R540 موديل 2013. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل اشتراك في القناة، تعمل لايك للفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله.